أحمد عادل لاعب الأهلي سابقا بيعتدي على واحد في الساحل الشمالي. الحقيقة إن القصة دي طلعت بنت الراجل بتتكلم بتحكي القصة بالتفصيل، وكمان طلع أحمد عادل بيحكي القصة بالتفصيل. طيب هقول لكم البنت قالت إيه. أولا البنت قالت إن في أطفال بيلعبوا مع بعض، ولاد الراجل ده وولاد اللاعب أحمد عادل لعبوا مع بعض، وولاد أحمد عادل عوروا بنت من بنات الراجل دوت. اخو البنت تدخل وابو البنت دي تدخل وفض الموضوع، وعيال صغيرة مع بعض والموضوع انتهى. تمام. جه بعد كده احمد عادل نده الراجل ده من المكان اللي قاعدين فيه، وشدوا مع بعض ومسكوا ضربه. واحمد عادل كان معاه 4 ستات عوروا الراجل ده، وعشان هو لعيب كورة فعرف ازاي الرجل بتتكسر، فراح كسر كمان قصبة الراجل ده. ده الكلام اللي البنت حكته. احمد عادل طلع قال كلام تاني خالص. اولا كذب البنت في كل حاجة، ثانيا قال ان الراجل ده اصلا عاكس بنت احمد عادل اللي هي عندها 15 سنة. فاحمد عادل لما جه ونده الراجل قال له انت ازاي بتعاكس بنتي؟ الراجل قعد يقاوح معاه، وفي الاخر قال له بمنتهى البجاحة انا عكستها، شوف اللي عندك واعمله. وبالتالي احمد عادل مسك الراجل وضربه. واحمد عادل بيقول ان الراجل ده عشان مليان وتخين، فلما وقع على رجليه، يعني هو وقع فرجليه اتكسرت او قصبة رجليه اتكسرت من الوقعة مش من احمد عادل. بلس ان احمد عادل انكر ان هو معاه ستات اصلا في الموضوع. البنت كانت بتقول ان احمد عادل اتقبض عليه وبيحاكموه وبيحاسبوه كده، لكن احمد عادل كان طالع في فيديو وبيقول لك انا محدش قبض عليا وانا ساق سليم وطالع بتكلم معاكم وبحكي لكم اللي حصل بالتفصيل. ده كل الموضوع، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في الفيديو. انتوا بقى قولولي في الكومنتات شايفين مين صادق ومين كذاب.